صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للجنة 8 أبواب، مكتوب على كل باب منها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. هذا الحديث يحتوي على مجموعة من النقاط، يمكن هذه الليلة أتكلم عن بعض النقاط منها، وهناك إن شاء الله كلام طيب فيه استجابة دعاء. النقطة الأولى أننا لو رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن ذكر لنا أن الجنة لها أبواب، ولكن إيش قد عددها ما ذكره. ولكن إذا رجعنا إلى القرآن ووجدنا فيه أن القرآن لما يتحدث عن أبواب الجحيم يحددها، يقول ماذا؟ لها 7 أبواب. يعني القرآن الكريم لما يتكلم عن الجنة يذكر، يقول الجنة ترى لها أبواب، بس أيها القرآن إيش قد عددهن؟ قال أنا ما أقول إيش قد عددهن، هسه ليش؟ هسه أقول لك ليش. يعني لما ترجع إلى القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ما قال إيش قد؟ فتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم. غير هذا الكلام ما قال القرآن. لما يجي إلى أبواب الجحيم ماذا يقول؟ يقول لها 7 أبواب. ليش؟ يقول أكو مجموعة من العلماء، والله شوي انتبه للكلمة هاي، يقول أكو مجموعة من العلماء قالوا ترى احنا ما متأكدين، بس حسب الخبرة الدينية والعلمية اللي عندنا استكشفنا ماذا؟ بعض الأمور. ليش أن القرآن الكريم ذكر للجحيم أبواب 7 ولم يذكر للجنة ماذا؟ أبواب. إنما جاءت الروايات كما هذه الرواية وقالت ماذا؟ إن للجنة 8 أبواب. غير هذا الكلام ما عندنا. قالوا احنا نستكشف من هالأمر هذا عدة نقاط. أي نقاط؟ قالوا أولا ما دام أن الجنة أبوابها 8 والنار أبوابها 7، يعني اللي يدخل للجنة أكثر من اللي يدخلون إلى النار. ليش؟ قالوا لأنه لو كانوا اللي يدخلون للجنة أقل لكانت أبوابها شقد؟ إما 7 وإما ماذا؟ أقل. يقول بما أن الجنة أبوابها 8، يعني ماذا؟ يعني اللي يدخلون عليها أكثر من الذين يدخلون إلى الجحيم. هذا واحد. الأمر الثاني ما هو؟ ماذا قالوا؟ قالوا أن قوارب النجاة الموصلة للجنة أكثر من الأمور المسقطة علما والمدخلة إلى النار. يقول قوارب النجاة هواية. هاي الدلالة على أن مفاتيح النجاة أكثر ماذا؟ من الأمور المعثرة علما لأذى هذا الإنسان. يعني شلون؟ يقول إذا رجعنا
إذا رجعنا إلى الشريعة، الشريعة أنطت لأمور في نظر هذا الإنسان لا قيمة لها، مثل من؟ بأن هذا الإنسان من رفع حجرة عن طريق المسلمين له ماذا؟ له من الثواب كذا. يقول هاي إذا رجعنا لها بين الناس ما لها قيمة، يعني حجرة صغيرة، حصوة صغيرة بالشارع تضربها مولانا إلك ماذا؟ إلك فد كذا من الحسنات. هذا واحد. بعد قالوا هكذا: من نظر إلى وجه مؤمن بماذا؟ ببشاشة له من الثواب ماذا؟ كذا. ولهذا بعض الناس يتعجب. شنو يتعجب؟ يقول عم شو القضية؟ ركعتان مثلا أو قضاء حاجة لمؤمن له في الجنة كذا وله من الثواب كذا. يقول لا، مو القضية هاي. أولا اسمع، أولا هاي الأمور صادرة من كريم، والكريم لما ينطي ما يليق بمقامه. يعني شلون؟ يعني اليوم واحد من الأغنياء يشيل لك 1000 دينار، الفقير شو يقول له؟ صدق كذب عمي، هاي انت عندك فلوس ملايين تعطيني 1000 دينار؟ شنو؟ لازم تعطيني شيء ما يليق ماذا؟ بمقامك. هذا واحد. يقول إذا كان الكريم هو الله، ايش قد عطاء بعد؟ ايش قد عطاء؟ يقول لابد أن يكون ماذا؟ ما يليق بمقام الله سبحانه وتعالى. فلما نشوف على عمل صغير الله ينطي ماذا؟ من القصور كذا ومن الأعمال كذا ومن الثواب كذا، يقول هذا مو على حسابك، يقول لأنه كريم فيعطي ما يليق ماذا؟ بمقامه. هذا واحد. الأمر الثاني ما هو؟ يقول لأنه يريد أن يوضح إلى الناس أنني قد جعلت أسباب كثيرة بعمل صغير أنطيك عليه ماذا؟ أعمال أعطيك عليه ثواب كبير حتى أدخلك علما إلى الجنة. ولهذا إنه رجب الخياط ماذا يقول؟ يذكر حديث قدسي. ماذا يقول؟ عبدي إني أحبك. يا هل يقول الله سبحانه وتعالى عبدي إني أحبك فأقسم عليك بحبي هذا أن تحبني. أنا يعلق رجب الخياط، يعلق، هذا من العارفين، يعلق شو يقول؟ يقول عمي قوة بالمروة الله يريد يطببك للجنة. ومن هنا نفهم أنه ماذا؟ الله ماذا قال؟ ورحمتي وسعت. ترى إلى الآن احنا ما داركين من الرحمة إلا العشر، وإلا الرحمة في الروايات هذا الشيطان ايش قد لعب ما لعب ماذا؟ يمد عنقه طلبا للرحمة. شاشين من الرحمة هاي. ولهذا في الدعاء عندنا ماذا؟ اللهم حاسبني برحمتك ولا تحاسبني بعدلك يا أرحم الراحمين. من قال 7 يا أرحم الراحمين قال الله عز وجل ماذا؟ لبيك عبدي ماذا تريد. هذا الأمر الأول. ولهذا عندنا ترى اليوم ترى قلوبنا تلوثت. قبل مولانا ترى الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الفطرة وإلى الكلام. الله سامحنا مولانا بالكلام البسيط. الله يعطيك ماذا؟ يعطيك ما تريد. ترى يعطيك ما تريد. اليوم تلوثنا وصار عندنا شكوك وصارت عندنا ماذا؟ ميول إلى الدنيا أكثر من اللازم، فصارت عندنا ماذا؟ حجب. صارت عندنا حجب. لا، عمل بسيط مولانا الله يغير حياتك، يخرجك من الظلمات علما إلى النور. هسه فد واحد يقول معقولة؟ مو معقولة مولاي، انت قاعد تقيس على عقلك، انا قاعد اتكلم وياك على رحمة الله، انت قاعد تقيس الامور على عقلك انت ملوث البعيد، قلبك ملوث. رحمة الله
فوق ماذا؟ فوق العقول. مو هذا يوم من الأيام، اسمع مولانا، يوم من الأيام امرأة علوية، يذكرون هالقصة هاي، يقولون امرأة علوية اجت علما لمسجد للمسلمين، قالت لهم عمي ترى عيالي بالشارع وانا ما عندي ومو على حسابي، كرامة لرسول الله. والله هاي الكلمة اريدك تخلي عليها ماذا؟ الف خط. اذا اكو علوية، اكو سيد، تنظر له ببشاشة، تساعده، حتى لو تجبر على نفسك، حتى لو ماذا تضغط على نفسك، شنو يا مولانا؟ قربة الى الله، كرامة لرسول الله. هواية كبيرة هاي، قسما بالله تغير حياتك. يقول لما قالت لهم عمي ترى انا عندي ابناء رسول الله بالشارع وانا فقيرة وما عندي، يقول اجت الى كبير القوم موجود قاعد فد رجل كبير المنطقة، يقول طردها، قال يلا يلا تفتر النهار كل الشيشولات الزفرة، يلا. يقول ايام طلعت دمدحت ومشت. اسمع القصة يذكرها سيد عبد الحسين تستغيب رحمة الله عليه، هذا الرجل العالم الكبير شهيد المحراب. يقول مرت على واحد مجوسي، يعني شنو مجوسي؟ من عباد النار، بس شنو مولانا؟ عنده خير من الله. وبعد وشلون عرفتها هي؟ يقول شافت الخدم والحشم داير ما دايره، سألت قالت هذا منو؟ قالوا له يا بشرش هذا مو مسلم. قالت تبين المسلم طردني، هذا شو يسوي لي؟ بس انا بعد جوعانه مولانا وانا غرقان اجلب بكل شيء، خلنا اروح لاسئله لعله يعطيني. شوف ايش قالت له؟ قالت له انت ما تعرف جد منو، انت رجال مجوسي ما تعرف جد منو، بس ترى انا جدي محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وانا عندي ايتام وما عندنا اكل ولا شرب، فانت اذا تريد تساعدني جزاك الله خير الجزاء، ما تساعدني حالك حال المسلمين اطردوني بكيفك انت. قال لها اطفالك وين؟ قالت لهم قاعدتهم بالمكان الفلاني. يقول ود الخدم قال جيبوا لي الاطفال. يقول هذا غني، وعادة البيوت قبل تصير اكو مساحة وين؟ في داخل الدار، مو مثل اليوم مقبضة البيوت، فهاي المساحة مرتبها غني مولاي، ويحطوا له ما تشتهي الانفس. يقول مقعد العيال والمرأة، وين مقعدهم؟ بغرفة قريبة قعدهم على ما يرتب لهم الطعام، وهو جابوا له وجبته ما تشتهي الانفس، رائحة شهية للطعام. يقول سمع وحدة من العلويات صغار ايش قالت لأمها؟ قالت له يمه لو ما جاي لا هذا الرجال احسن لنا. امها قالت له ليش؟ ذاك المسلم طردنا، هسه على الاقل هذا قعدنا. قالت له يمه اذاني بريحة الطعام هذا، انا صار لي كم يوم ما ماكله، وهذا الريحة دخلت وين؟ دخلت من انفي، اذتني هواية، لو ما جايين احسن لنا. يقول سمع هو هالكلام هذا رجال مجوسي، يقول قال لهم شيلوا كل هالطعام هذا ودوه للعلوية وبناتها. يقول صار علي الليل. ليش اقول لك؟ لا تقيس الامور على عقلك، هاي نقطة لا تنساها. يقول بالليل نام واذا به يرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال له انت لقبل لحظات ليس من اهل الجنة، وانت قبل لحظات ما إلك اي تقدير عند الله. الان هذا البيت، شاف هذا البيت اللي لا عين رأت ولا اذن سمعت، من الان اصبح ملكك وانت من اهل الجنة. من اهل الجنة وين؟ رجال مجوسي من عباد النار. يقول سأله في الرؤيا، هو يقول سألته قلت له منو جنابك؟ قال أنا أبو وجد هذه النسوة اللي عندك البنات والمرأة، أنا محمد رسول الله. يقول استيقظت من منامي
وإذا الباب يطرق، بس ضرب مال واحد مرتبك. يقول فتحت الباب وإذا برجال مسلم. قال لي سمعت عندك امرأة علوية مسلمة وأطفالها. قلت له إيه؟ قال لي اعطيني إياهم. قلت له ليش؟ قال لي أنا أريتهم. يقول قلت له لا قل لي ليش؟ قال له لأنه اليوم إجاني وطردتني، أنا كنت عصبي ورأيت رسول الله في المنام وهو ماذا؟ وهو غاضب علي. يقول أنا بكيت، قلت له إن الذي جاءك فقد جاءني، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا تتخيل، لا تتصور الأمور اللي بعقلك واللي قلبك تحول إلى أمور مادية، لا تقيس بالرحمة الإلهية. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمت وسعت كل شيء. من قال سبعا يا أرحم الراحمين قال الله ماذا؟ لبيك عبدي ماذا تريد. هذا واحد. الأمر الثاني، والله خلي بالك شوي وياي حتى أوديك القضية إن شاء الله. أنا أعتبرها هدية لأحباب الحسين، والله أعتبرها هدية لأحباب الحسين. سهرتني هاي اليوم القصة، الله يشهد أنا ما نايم من 11 بالليل بالأمس إلى تقريب 1 الظهر، ضربتني عرق هالقصة هاي. المهم أستجيب لك يعني إن شاء الله. يقول الأمر الثاني، النقطة الثانية في هذه الرواية شنو مولانا؟ يقول لما نرجع إلى أهل اللغة العربية، شو يقولون أهل اللغة العربية؟ يقولون أن الباب معناه ماذا؟ معناه الدخول والانتقال من شيء إلى شيء. يعني شلون؟ يعني هذا الباب الآن إذا أريد أن أدخل من عنده، هذا المدخل، هذا الباب اللي ينقلني من مكان إلى مكان يسمى ماذا؟ يسمى باب. زين. هذا الباب القرآن الكريم ذكر لنا ماذا؟ ذكر لنا بطريقتين. قال أكو باب مادي اللي هو هذا، وأكو باب شنو مولانا؟ معنوي. احنا نسميه باب بس هو مو باب، هو ماذا؟ هو انتقال من مكان إلى مكان. جئنا نكلم الناس على قدر عقولهم. شلون؟ قال لما تجي إلى القرآن الكريم، القرآن ماذا يقول؟ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يعني أبواب مثل هالأبواب هاي الحديد أو الخشب، وماذا يسميه القرآن؟ باب. يقول هذا باب. زين، الجنة أبوابها مثل هاي؟ قال لا، قال عندنا أبواب معنوية أخرى احنا نسميها باب بس هي مو باب. شلون أيها القرآن؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا. هسه أبواب يعني بالسماء باب حديد وخشب ومفتاح. قال لا، جئنا نكلم الناس على قدر عقولهم. بعد قال لما تجي ماذا يقول؟ يقول في الحديث الموت باب. يعني شنو باب؟ يعني الموت انتقال من مكان إلى مكان، هذا الانتقال يسمونه ماذا؟ باب. بعد أنا مدينة العلم وعلي بابها باب خشب. قال لا، هاي جدا حلوة الكلمة هاي، أنا مدينة العلم وعلي ماذا؟ بابها. بعد مولانا ماذا يقول هنا كذلك ماذا؟ بأنه سؤال الله سبحانه وتعالى كم باب إلى معنوي؟ كم باب إلى؟ يعني أنا أريد أروح لله سبحانه وتعالى إلى أبواب أدخل من عندها. لو عليك يا حامل حمى قبل هيجي. قال لا، الله سبحانه وتعالى يقول ترى أنا عندي أبواب، من غير هاي الأبواب أنت قد تقع ماذا؟ في ضلالة. دير بالك
إذا عندك نية تتوجه لي وتريد تتقرب من عندي لازم تدور على أبوابي اللي أنا حددتها. مثل من قال هكذا، هذا فد رجل في أيام عيسى سلام الله عليه يقول تعبد 40 ليلة أو 40 يوما، تعبد عبادة صحيحة 40 يوم. هذا الرقم مال 40 دائما يجي عندنا بالروايات، دائما يجي عندنا بالروايات. يقول هذا 40 يوم يتعبد عبادة كاملة منقطعة إلى الله. اسمع إلى الله. يقول ويدعو الله بحاجة فلم تقضى له، ما قضيت له الحاجة. ايش سوى هذا؟ قال وين عمي 40؟ جدتم غير قلت انقطع 40 يوم عبادة وراح نقضي لك الحاجة؟ يا عيسى يا نبي الله يا روح الله، أنا صار لي 40 يوم متوجه بالعبادة إلى الله وعندي حاجة والحاجة لم تقضى. اسمع كلامنا شنو قال له، شنو قال له عيسى سلام الله عليه. يقول عيسى توجه إلى الله وتمتم ببعض الكلمات. قال إلهي هذا العبد صار له 40 يوم يتعبد وعنده حاجة فلم تقضى تلك الحاجة. شلون؟ ليش يا ربي؟ شوف الجواب شنو جاء. قال له يا عيسى، اسمع هاي كلامنا. يا عيسى إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أؤتى منه، جاني من باب غيره. شلون يا ربي؟ قال هذا ما جاني من الباب الصحيح. إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أؤتى منه إنه دعاني وفي قلبه شك منك. أنت بابي، هذا متوجه إلي بالدعاء ويشك ماذا؟ بنبوتك يا عيسى. هذا ما اجاني وانت بابي يا عيسى. المفروض هذا يتوجه لي وين؟ عن طريق عيسى. انه يدعوني وماذا؟ وفي قلبه شك منك، ما استجيب لدعاء. هذا واحد. بعد مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول آل محمد أبواب آل محمد أبواب وسبيل ماذا؟ للدعاء. سبيل إذا تريد توصل إلى الله عن طريق من؟ أهل البيت سلام الله عليهم. بعد ماذا قال مولاي الصادق سلام الله عليه؟ اسمع هذا الكلام. قال الأوصياء هم أبواب الله التي يؤتى منها ولولاهم ما عرف الله. انت وين رايح؟ انت وين رايح؟ اذا تريد توصل الى الله. ولهذا شوف بعض الناس، اسمع الكلمة، بعض الناس شو يقولون عنه؟ يقولون عمي كان متدين، هذا كان يصلي، شو انحرف؟ هذا ما رايح الباب الله، هذا راح يدور ابواب اخرى. باب الله اللي الله رسمه ما راح له. ولهذا هسه فد واحد يسألنا سؤال، يقول شيخنا اللي ما يروح الباب الله شو يصير به؟ سؤال. اللي يريد الله سبحانه وتعالى ولكن يروح ماذا؟ من غير الابواب اللي الله رسمها. يقول اولا هذا راح يجيب عقائد ما انزل الله بها من سلطان. واليوم اللي تشوفه انت اليوم اللي راحوا لغير ابواب الله تصدرونا مولانا، جهاد النكاح، القتيل، الذبيح، الحريق، الصليخ، بعد ماذا؟ اكو غيرهن. شفت لك واحد من آل محمد كمش له واحد وذبحه؟
شفت لك واحد من أصحابهم فضيل بن يسار، حشام، غيره، كمش له واحد وذبحه؟ لا. اللي راح لأبواب غير أبواب الله ايش سوى مولانا؟ صدر هاي العقائد. ملك هالعقائد هاي اللي هي ماذا؟ ذبح، قتل، ماذا؟ جهاد، نكاح، إلى غيرها. وبعد ايش سوى مولانا؟ وصدر على أن محمد رجل إرهابي، رجال صاحب سيف، رجال صاحب كيف، رجال صاحب ماذا؟ نساء. بس تعال إلى أبواب الله. يعني خلينا نضرب لك مثال بالله شوي، والله جتنا المعلومة هاي. يعني شوف ذول اللي ماذا؟ اللي راحوا لغير أبواب الله ايش قالوا؟ قالوا أن محمد ماذا؟ محمد كانوا أطفال يلعبون كرة قدم، كرة هاي الكرة، بس مو نفس التطور هذا، دريسة وما دريسة، لا قبل أطفال يلعبون. فواحدة من زوجاته قالت له يا رسول الله والله بودي أني أشوفهم. يعني هسه ما أدري مثلا أنت تشجعين فريق، يعني اليوم مثلا مو لو أنا متوهم، يعني يقول ايش سوى محمد؟ يقول رسول الله يقول خلاها على متنه، يعني بربك انت هسه بدي اشوف لي بالله ارد اشوف لي هسه ابن جواد يحط له مرته هنا، بالله احترمه بعد بروح ابوك، حاطه من ورا الحائط وحاطه من هنا على متنه وتتنوع، بالله احترمهم ذولا بالله وبروح الحسين. ها انا ما ادري والله ما ادري. شوف ذولا وين صدروا. تعال مولانا الى الامام الصادق سلام الله عليه، يا هل يقول مولانا يقول مالك بن أنس يقول كلما ذكر محمد بين يدي الصادق يقول بقي ينادي محمد 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 محمد، يقول حتى يتغير لون وجهه. هذا وين؟ وهالمخابيل هاي وين مولانا؟ هذا وين؟ وذول اللي صدروا ماذا؟ ولهذا قبل فترة أتابع قصة امرأة يابانية. ذول اليابانيين يفتهمون، مو مثل هاي الرعية هسه، طلع ابو الزرقاء ركض وراه، طلع الصرخ ركض وراه، طلع ما ادري قاطع ما ادري هو قال مثل الهوش التايهة. لا ناس تفتهم، تعرف تقول انا كنت شنو؟ كنت بوذية. يقول كملت دراستي، يقول باوعيت عمي شنو بوذا؟ شنو السوالف المكسرة؟ شنو حاطي لي واحد لابس الاحمر كله وصاخ؟ تقول انا ما قانعة بهاي، ما قانعة. تقول تحولت المن للمسيحية، هي تقول تحولت للمسيحية. قلت هسه على الاقل افضل، كنيسة وقسيس ونظافة. تقول انت شايف الابوذة مولاي ايش لابسين؟ شنو ذولا؟ تقول تحولت وين صرت؟ مسيحية. تقول خذت لي فترة بالمسيحية، شوف سالفتهم هم تعبانة. تقول قلت خلنا ادور على دين، انا عقلي ما قاعد يستوعب. الله بعظمته منزل هيك دين وهيك قوانين. شاهدنا هنا تقول تحولت علما، تحولت للإسلام، صرت ماذا؟ من جماعة المذاهب الأربعة. تقول لقيت تخربط محمد يقول هو واقف ما ادري شلون بالزباله يشيل مرته ما تقول هم ما قنعيت. تقول سالت، فتقول واحد من الناس العقلاء قال عم ترى اكو مذهب بين المسلمين، انا في نظري هذا ارزن. تقول دورت عليه فما وجدت دين الله الا عند محمد وآل محمد. ولهذا ترى ذولا مساكين اليوم، ذولا والحسين مساكين لأنه محرومين من كنز عظيم. لا عندهم واحد في الدنيا يقضي لهم حوائجهم، ولا عندهم في الآخرة شفيع. ولهذا اسمح الرواية هاي بالله عليك حتى أوديك للقصة هاي الأخيرة.
اسمع أمير المؤمنين ماذا يقول. والله الرواية هاي عجيبة غريبة. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يقول إن للجنة ماذا؟ 8 أبواب. الجنة ايش قد مولانا؟ 8 أبواب. باب للنبيين والماذا والصديقين، وباب للشهداء والصالحين، و5 أبواب لشيعتنا ومحبينا. هذا كله عفلي على صفحة. ايش قال الإمام؟ و5 لشيعتنا ومحبينا، وما زلت أنا واقف عند الصراط أقول اللهم ارحم شيعتنا ومحبينا. وبعد وباب المن مولانا لسائر المسلمين من شهد لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه ذرة من مولانا من بغضنا أهل البيت. 5 أبواب لشيعة علي. نشق لك هاي مساكين. انت سامع؟ اسمع بالله وياي، خلي بالك لقضاء الحوائج. والله انت سامع بسيد شهاب الدين المرعشي؟ هذا من احد مراجعنا قبل فترة من الزمن، ذهب الى ربه على عمر وصل الى 96 سنة. هذا ابوه يهوه، ابوه السيد محمود المرعشي. هذا ابوه مرجع، وهو شنو مولانا؟ مرجع. هاي القصة اللي راح أقولها صارت وياه من مولانا مع مرجع اللي هو منو؟ اللي هو سيد شهاب المرعشي، وطبعت في وقته. هذا واحد. وبعد وهو كان ينقلها للناس بين فترة وأخرى، لأن كان من عشاق الحسين. هذا الرجل اسمع القصة هاي. هذا الرجل يوم من الأيام دخل إلى مجلس، شلون مجلسنا هذا؟ والخطيب بعد إذا من الأدب إذا قعد مرجع لازم يقرأ مولانا، يقرأ بس نحو ينزل. بعد أنت تحكي علم واللي عالم قاعد، لا ليس من الأدب. يقول قرأ الخطيب 5 دقائق ونزل. يقول السيد المرعشي التفت علما لصاحب المجلس. ايش قال له؟ قال له ممكن أصعد 5 دقائق على المنبر؟ قال سيدنا انت عالم من العلماء يشار اليك بالبنان، احنا خدامك. قال له جزاك الله خير الجزاء. صعد مولانا على المنبر. ايش قال لهم؟ قال ايها الناس تعرفون يوم من الايام علي كذبه؟ قالوا لا، انت عالم من العلماء يشار اليك بالبنان، مرجع من المراجع. قال والله الله يشهد علي والملائكة، صار لي 40 سنة أصلي صلاة الليل في ماذا؟ في صحن المعصومة سلام الله عليها. أنا مستعد أعطيكم صلواتي لصلاة الليل ل40 سنة، في مقابلها ماذا؟ أن تعطوني جلوسكم هذا اللي 5 دقائق في هذا المجلس. عالم مولانا يقول هذا الكلام، مو أنه عاطفة، عالم من العلماء، يعني عنده ماذا؟ عنده دليل. قال أنا مستعد أعطيكم ثواب 40 سنة صلاة ليل من عالم من العلماء، أن تعطوني ال5 دقائق اللي قاعدين بها الآن. خلي يسمعون اللي يقعدون من القهاوي والغيرها، والله هذول مساكين محرومين. حتى اللي قاعد على التلفزيون ويسمع مجلس مو مثل ثمرة هذا مولانا، مو ثمرة هذا. واحد يصلي خلف الإمام الصادق، يقول دخلت قبل الصلاة أرد أصلي جماعة، يقول شفت الإمام يصلي ماذا؟ مستحبات، يقول شربت ماء، ايش قلت؟ السلام عليك يا أبا عبد الله. يقول التفت للإمام قال أتستبدل صلاتي هذه المستحبة بثواب قولك هذا؟ أي كلام من هذا يا أبا عبد الله؟ أيها الإمام الصادق اسمع مولانا، أحباب الحسين، السيد شهاب
المرعشي. يقول أبوي سيد محمود توفى وعمره 13 سنة. إيش قد مولانا؟ 13 سنة. يقول كنا ساكنين في النجف، وأبوي توفى وبوصيته كاتب واحد من أقربائي يعتني بيه. يقول أنا متلوع أدخل للحوزة، أبوي عالم وأرد أصير شنو مولانا؟ عالم، بس شنو الخلل اللي عندي؟ يقول أولا خطي اللي أكتبه أنا ما أقرأ، ما أعرف، هذا واحد. اثنين الأقراء أنساه، هاي اثنين. ثلاثة ماذا؟ يقول ثلاثة نظر، يقول ماذا؟ قليل. يقول بالقوة أشوف، يعني مو بالقوة بس أشوف، يقول بالصعوبة، يقول بالقراءة. هاي ثلاثة. أربعة عندي خمول. خمسة ماذا؟ يقول خمسة عندي ماذا؟ عندي وسواس قلبي صاير، ولا واحد بالناس أصلي وراه جماعة كلها أشك بيها. يقول عندي مجموعة من المشاكل. يقول هذا من أقربها، يعني نقولها عالم المرعشي نفسه يقول، هو ينقلها. ارجع مولانا. يقول هذا من أقرباء. ايش قال لي؟ قال لي سيد شهاب انت ما تخلصنا من هاي الدراسة بروح ابوك، هسه ابوك عالم، انت ما مهيأ، شوف لك شغيله واشتغل على باب الله وطلع لك من عندها خبزة. يقول هذا الكلام هواية يأذيني. يقول مرة مرتين ثلاثة. يقول يوم من الأيام يقول ضغط علي، قال عمي حتى لا تروح تدرس عند واحد، أروح للمدرس خليه يطردك، ما تعرف وما تحفظ حاجة لو فاتها عيونها، روح شوف لك شغلة. يقول أنا صعدت السيارة الصبح وطلعت إلى كربلاء، وصلت العصر. يقول رئيس المسؤول السدنة بذاك اليوم كان صديق والد سيد محمود. القصة منين مولانا؟ من عالم وقرأت وكتبت في حياته. يقول دخلت عليه، قال لي سيد شهاب شلونك؟ قلت شلونك عمي؟ قال شنو قضية؟ من مات أبوك شو بعد ما جيت؟ قلت له اي والله، بس أنا جايب حاجة، اسمع الآن ملكني قلبك. قلت له أنا جايب حاجة. قال شنو حاجتك؟ يقول قلت له من تسدون الصحن مال الحسين أريدكم تخلوني جوا وحدي. قال ما يصير، هاي بوقتها ماكو ضويات، شموع وهاي ظلمة وانت بعدك صغير. قلت له بالمعزة اللي بينك وبين أبوي، وإذا أنا جد رسول الله ومقدر عندك تخليني هالساعتين الثلاثة اللي أنتم تقفلون تقريبا من 12 لصلاة الفجر تفتحون، هذا الوقت خلوني بيه جوه. قال صار، أبوك عزيز عندي، راح أخليك بس ما تخاف. قلت له لا ما خافا، أنا يم الحسين. يقول أنا ايش قد عمري؟ 13 سنة. هو يقول جددت الوضوء وقعدت جاي. يقول أنا ب8 حوائج للإمام، 8 حوائج جايبين. يقول طفوا الضويات صارت ظلمة وقفلوا الأبواب. سوى مولانا سيد شاب المرعش رحمة الله عليه. يقول أنا تقربت بالقوة، يقول تقربت وصلت إلى ضريح الحسين سلام الله عليه. قلت وين أقعد؟ أقعد يم رأس الحسين؟ منو أنا وأقعد يم رأس الحسين؟ شنو قيمتي أنا وأقعد يم رأس الحسين؟ لا، رأس الحسين عظيم مو من مقامي. يقول شوية، قلت خلنا نتقدم، أقعد قبار الرضيع لأن الرضيع كان على صدر الحسين. بس قلت أنا والرضيع واحد، ما يصير والله ما يصير، مو من مقامي. خلنا نروح أقعد وين؟ يم رجلين الحسين، يم علي الأكبر، لأن علي الأكبر كان عزيز الحسين. الحسين قبل ما يطلع على الأكبر الحسين صاح على عمر بن سعد، قال يا عمر خرج إليكم شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، لا تؤذوا على الأكبر، اللهم اقطع نسلهم كما يريدون أن يفجعوني بعلي الأكبر. يقول قلت خلي قاعد يبعل الأكبر. يقول وظليت أبكي أنا. يقول سمعت وين إبراهيم المجاب؟ يقول يم إبراهيم المجاب سمعت واحد يقرأ قرآن. قلت ما حد موجود وياي بالصحن، بس أنا
منو هذا اللي يقرأ قرآن؟ يقول اجيت يم مقام ابراهيم المجاب، لقيت علماء قاعدين كل من حاط قرآن، ومن ضمن ذول العلماء يقول انا عديتهم 14 عالم، ومن ضمنهم ابوي الميت سيد محمود المرعشي. يقول قلت انا ابوي ميت، يقول مو نايم باليقظة، يقول انا قلت ابوي ميت. يقول تقربت اليه قلت له انت سيد محمود المرعشي؟ قال بني شابش بيك يا انا ابوك، اقعد. قال بابا انت غير ميت؟ قال يا انا ميت، بس كل يوم اكو قرار من الله، كل يوم 14 عالم ينزلون عند الحسين يقرؤون القرآن، هالمرة انتخبوني انا واحد من ال14. يقول يسولف وياي. قلت له ابويا ليش عفت لي؟ قال ابويا هذا امر لابد من، انا بعد موت اجانا، الحياة والموت مو بيدي ولا بيدك، انت علما جايبني. قلت له ابويا انا عندي حوائج. قال انتظر. هذا يقول مولانا سيد الشهاب المرعشي، يقول قال له انتظر. ابوه قال له انتظر شوية راح يجي الحسين. قلت له الحسين يجي؟ قال اي بابا يجي الحسين من عرش الله الى عرشه في الدنيا. يقول لحظات واذا بنور صار وين؟ يقول عند القبر. يقول انا اجيت واذا بالحسين على عرش قاعد وين؟ ها هو يقول على عرش قاعد وين؟ على الضريح. يقول وصاح على الملك، وين الملك الموكل؟ يقول اجى ملك جايب له السجل. قال له اين سجل زواري؟ يقول قاعد يقلب الحسين ويسجل هذا ويانا، هذا حاجته كذا. يقول قلت له جداه. يقول التفت لي قال نعم بني شهاب. قلت له جداه انا جايك ب8 حوائج. قال شنو حوائجك؟ قلت له ما افتهم الاقراه يروح علي. قال ولك هذا بعد ما تنساه. تدري مولانا اكبر نساب الى يومنا هذا في فئة السادة اللي هو منه سيد شهاب المرعشي، تجي تذكر له 4 أجداد يوصلك للإمام المعصوم. ما من سيد في العالم إلا وسيد شهاب المرعشي حافظ على قلبه. قال له ولك هذا واحد. بعد شنو تريد؟ قال له عيوني ما أشوف بهن، قليل أشوف بهن. قال ولك هذا. يقول السيد المرعشي 96 سنة ما احتاج إلى نظارة، اللي تشوفه أنت بالنهار هو يشوفه بالليل. يقولون العلماء إذا الغبرة تسقط في الظلمة في الظلام يراها. إلى أن مات ما محتاج إلى نظارات. هاي 2. وبعد قال له شنو عندك؟ قال له فقير ما عنده ولا دينار. قال لا تحتاج في الدنيا أبدا، بعد أبدا ما تحتاج شيء. يقول من ضمنها ايش قلت له بعد؟ يقول قلت له قلبي فيه شك. قال وهذا قد ذهب. يقول ظلت يقول من 8 وحدة شغلة وحدة. يقول قلت له ماذا؟ أنا ناوي أن أذهب إلى الحاج وأموت في الحج وأدفن إما في مكة أو عند الحسين أو عند رسول الله. يقول سألت بهاي، يقول ما رد علي، سألت بهاي ما رد علي. سبحان الله السيد المرعشي لمن مات كل ما يحضر أغراضه للحج ما يتوفق، الحسين ما أعطاه إياه. يقول وإذا اجى النداء غلقوا الأبواب، الحسين راح يعرج علما إلى عرش ربه. يقول لحظات وإذا كل شيء راح قدامي، يقول أنا قاعد أبكي وإذا الأبواب فتحت من خدمة الحسين. لما تدخل مولانا إلى ضريح الحسين، وحق الحسين ليس ببعيد على الحسين، هذا يذكرها السيد المرعشي مولانا صايرة وياه عدة مرات يذكرها. أقول له أبو علي إيش قد حنين أنت يا نور عيوني، إيش قد حنين أنت يا نور عيوني، والله عندنا حوائج. إذا السيد المرعشي عنده 8 إحنا كل وحدة وحدة، وأنت كريم أبو علي.
نقسم عليك بالرضيع اللي قجل من عند المرعش أن يجلس عند صدر الحسين، لأن الرضيع ماذا الحسين قال: بني علي وسد رضيعي إلى جنبي. هذا الرضيع اللي رفرف كالطير المذبوح، اللي الحسين يقول الإمام الصادق، يقول: تدرون الرضيع إيش قال لأبو الحسين لما أحس بحرارة السهم؟ قال: أبا كيف ترجعني إلى أمي مذبوحة وقد أخذتني من أمي سليمة. تلقى حسين دم الطفل بيده، إيش حال اللي يشتل بعضله وريده، سال وترس جفة من وريده، ذب للسما وللقاع ما خار على خد الطفل سالت دمعته، وشقل للعمده وجاد ذر الأغده. الحسين القزر ضارب الرضيع والله. يقول: رجع الحسين ضام الرضيع تحت ردائي وإذا بسكينة أبا هل جئتنا بالماء، هل سقيت أخي الرضيع وجئتنا بالماء. يقول الحسين رفع رداءه شافته صاحت بويا الطفل عني تغطي وماني قلب بالعين صدلي. أبو علي هالليلة أريد حوائجنا أبو علي، بويا الطفل عني تغطي وماني قلب بالعين صدلي، وشاف ذبيح وما رجلي وهذا الخفت منه طحت بي. يقول الإمام الباقر، اسمع هاي الكلمة بقلبك حتى أختم لك المجلس. يقول الإمام الباقر: أشوف أبوي الحسين خلى الرضيع في المخيم، يقول وجلس في زاوية من زوايا الخيمة، يقول شوية اجى مسك السهم وترك ظل يلطم على راسه. أبا يا حسين جداه ماذا تريد أن تفعل؟ قال: بني باقر أريد أن أرفع السهم حتى أخفف المصيبة على أمي. جداه افعلها. قال بني باقر: والله كلما وضعت يدي على السهم بقي قلبي ينزف دما. صاحب صوت يا زينب تعالي، بعد غير زينب، بعد غير زينب. صاحب صوت يا زينب تعالي، تعالي خذ الطفل مني، يا خويا صواب عبد الله هد حيلي ونحلني، وصاب حرمله بنحرها ومن عنده قطع ظلي. يقول قال لها زينب: أنا ما أقدر أواجه الرباب، أهل الحاجات أهل الحاجات، والله أنا جاي اليوم وعندي حاجة يا أبا عبد الله. يقول قال لها زينب: أنا ما أقدر أواجه الرباب، خذ الرضيع إلى الرباب. يقول زينب: دخلت إلى المخيم ما لقيت الرباب، وضعت الرضيع في مهده وإذا عند باب المخيم، وإذا بالرباب رمت بنفسي على أقدام زينب تنادي مولاة زينب: أما رجع الحسين بولد الرضيع؟ إن قلبي قد اشتعل نارا. صحت لها: رباب تدرين بعلي الأكبر مقتول؟ اي والله. رباب هذا ولدك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. تقول كأنما الرباب ما سمعت كلامي، دخلت وين إلى المخيم. يقول ضربت على أقدام الرضيع، صاحت سيدتي هل ولدي نائم ومستريح. تقول عرفت الرباب فاقد عقله. ايش قالت لها زينب؟ رباب راح الولد، راح الولد، عبد الله ما يرجع بعد. الله أكبر. راح الولد، راح الولد، عبد الله ما يرجع بعد. المن تهزين المهد، راح الولد، راح الولد. يقول هنا استيقظت الرباب، كلمة الدعاء شنو صاحت الرباب؟ يا عبد الله يا غالي
أنا برباك سهرت الليالي وهز بالمهد والمهد خالي. كلمة الدعاء. زينب تقول ليلة 11 أدور على الرباب ما لقيتها. تقول سألت أحد الفرسان قلت له ما شفت لك مرية شايلة طفل؟ قال لا والله بس مريت على الحسين سمعت مرية هناك تئين سمعت صوتا يئن عند الحسين لعلها هي. تقول زينب رحت يم الحسين والله هذا الموقف يهذي قلبي. يقول لقيتها تبوس بيد الحسين تقول له أبو علي قل لولد الرضيع أن يرضع من صدري إن صدري قد أوجعني. يا وردة تسليني وخطفها البين من عندي أنا ردك عقب أبوك حسين تجبر للقلب كسرة. إلهنا بالحسين، إلهنا بالحسين، إلهنا بالحسين. اللهم شافي مرضانا يا الله، اقضي حوائجنا يا الله، حوائج الدنيا والآخرة. إلهي من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة فاقض حاجته يا الله، من كان مريضا فاشف مرضاه، من كان محتاجا فاغنه يا رب العالمين. أموات مؤسسي هذا المأتم الشريف، أموات من جلس في مجلسنا هذا، أموات شيعة أمير المؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.